يمكن من بداية تاريخ الإنسانية والنزاعات عنصر أساسي فيه، واللي أحيانا كتير بتوصل للقتل. ومع الوقت القتل ما بقاش بس بسبب نزاعات على مال أو سلطة أو أي حاجة مادية، لكن القتل بقى ليه أسباب كتير، وأحيانا كتير ممكن تبقى أسباب غير منطقية. وأحيانا كمان القاتل مش بيكون بيقتل لأسباب غير منطقية، لا ده ممكن يكون بيقتل للمتعة، كأنه قاعد وبيرسم لوحة فنية ومركز في كل تفصيلة فيها، وهو بيسيب وراه جثة الضحية. والسفاح اللي هنتكلم عنه النهاردة ما يختلفش كتير عن المثال اللي أنا لسه قايلاه، لأنه فعلا كان بيتفنن في الطريقة اللي كان بيقتل بيها الضحية بتاعته. السفاح اللي بتكلم عنه يبقى جاك السفاح، أو زي ما ممكن تكون سمعت اسمه قبل كده، والاسم المشهور بيه جاك ذا ريبر. قصة جاك السفاح هي من أكتر القصص غموض وشهرة على مر التاريخ، لدرجة إن وقتها وزير الداخلية ورئيس الشرطة استقالوا من مناصبهم لأنهم فشلوا في حل القضية دي. وكمان اتعمل عليها كتب وأفلام وبرامج تلفزيونية، وكمان أماكن الجرائم دي اتحولت لأماكن سياحية في لندن، والسياح بيجولها من كل أنحاء العالم. تعالوا بقى نحكي سوا قصته ونشوف يا ترى هو مين ده أصلا. في البداية كده حابة أوضح لكم إن جاك السفاح ما اسمهوش جاك أصلا. طبعا انت هتستغرب دلوقتي وتقولي ازاي الكلام ده، فأحب أقولك إنه لحد أكتر من 120 سنة وتحقيقات كتير جدا ما كانش حد عارف مين الشخص اللي ورا الجرائم اللي حصلت دي، لكن بيقال إنه تم الكشف عن هويته، وهنشوف مع بعض ازاي بعد شوية. بيقال إن في مرة من المرات اتبعت جواب، واللي بعته بيقول إن هو السفاح، وكان كاتب توقيع جاك السفاح. وطبعا الجواب ده كمان مهم وهنتكلم عنه كمان شوية بالتفصيل. لكن في ناس كتير كانت معتقدة إن الجواب ده في الحقيقة مش من السفاح أصلا، لكنه مبعوث من أحد الصحفيين لسبب واحد بس، وهو إنه يزود مبيعات الجريدة بتاعته. وخصوصا إن موضوع الجوابات المزيفة اللي كانت بتتبعت للشرطة دي كانت بتحصل كتير جدا في الوقت ده، وغالبا كانت بتبقى من صحفيين أو من بعض الطلاب اللي بيدرسوا الطب. فانت هتستغرب وتقولي ايه علاقة طلاب الطب بالموضوع ده كمان؟ هنعرف بعد شوية كل التفاصيل. فيا ترى مين الشخص الغريب اللي احنا عمالين نتكلم عنه ده؟ هي دي بقى قصة فيديو النهاردة، وده اللي هنعرفه مع بعض دلوقتي. قصتنا بتبتدي في لندن سنة 1888، وتحديدا في منطقة اسمها وايت شابل في شرق لندن. وفي الفترة دي في انجلترا بشكل عام وتحديدا لندن كان في ناس كتير بتيجي من دول مختلفة عشان تعيش فيها، زي مثلا اليهود اللي كانوا في روسيا هربا من المجازر القيصرية، أو المهاجرين الأيرلنديين وغيرهم كتير. فابتدى يبقى في لندن أعداد كبيرة جدا من السكان، ومنطقة وايت شابل ما كانتش استثناء للوضع ده، لأن عدد سكانها وقتها وصل ل1,000,000 شخص. وبسبب الزيادة الرهيبة دي في عدد الناس انتشرت البطالة، والأوضاع الاقتصادية كانت سيئة، والفقر والجوع كان في كل حتة. وده خلى وقتها ستات كتير تشتغل في الدعارة عشان يوفروا فلوس يقدروا يعيشوا بيها، لدرجة إن في أكتوبر 1888 الشرطة لما حاولت تشوف في كام ست شغالة في الموضوع ده اكتشفوا إنهم 1200 واحدة، وما خفي كان أعظم طبعا. فطبعا ده عدد كبير جدا. ومن هنا ابتدت قصتنا، لأن الساعة 43 دقيقة صباحا، وتحديدا يوم الجمعة 31 أغسطس من سنة 1888 تم إيجاد جثة أول ضحية من ضحايا جاك، وكانت واحدة اسمها ماري نيكولاس. ودي كانت بتشتغل خادمة عادية، لكن مع الوقت أدمنت الخمر وبقت تدفع فيها كل فلوسها، وبسبب الإدمان ده بقت مش عارفة تشتغل في أي مكان، وراحت كمان تسكن في سكن جماعي للفقراء. لكن برضو الموضوع كان من سيء لأسوأ، وبقى معهاش أي فلوس خالص، لحد ما في يوم 31 أغسطس نزلت الساعة 2 بالليل وقررت إنها تبحث عن أي حد يشغلها في الدعارة. وفي الوقت ده برضو كانت سكرانة. ففي واحدة من صحباتها اسمها آيلين حاولت تنصحها وتقول لها بلاش الموضوع ده، وإنها لازم تروح عشان الوقت متأخر. لكن ماري ما كانتش مركزة معاها أصلا وكملت. وبعد اللقاء ده بساعتين تقريبا لقوا جثة ماري. وعمليات القتل ساعتها ما كانتش حاجة نادرة يعني، لكن طريقة قتل ماري كانت مختلفة تماما، لأن حلقها كان مقطوع وفي جرحين كبار في جسمها، وبطنها مفتوحة ومشوهة، وكل أحشائها كانت بره جسمها. وطبعا الجريمة دي كانت وحشية بطريقة ما حصلتش في المدينة قبل كده، وعشان كده الشرطة كانت بتحاول بكل جهدها تعرف مين القاتل. ومش بيعدي وقت كبير على الحادثة دي لحد ما بتحصل حادثة تانية يوم 8 سبتمبر لست اسمها أني تشابمان. وأني برضو كانت مدمنة وشغالة في الدعارة زي ماري بالظبط، وكانت برضو الجثة مشوهة بنفس الطريقة اللي حصلت لماري. لكن المختلف هنا إن لما الطب الشرعي فحص الجثة لقى إن الرحم تم إزالته بالكامل. ساعتها طبيب الطب الشرعي جورج باكتسر قال إن المجرم ممكن يكون جراح، لأنه قدر على استخراج الرحم بشكل محترف جدا. وبعد كده الدنيا بتهدى شوية لحد يوم 27 من نفس الشهر، واللي بيكون يوم مميز لأن لأول مرة بيوصل جواب للشرطة من شخص بيدعي إن هو القاتل.
وبيكون جواب طويل مختصره إن جاك بيحب يقتل الستات اللي شغالة في الدعارة، وإنه مش هيوقف قتلهم، وإنه في المرة الجاية هيبقى يقطع ودن الضحية ويبعتها للشرطة عشان يفضلوا فاكرينه. وبيسخر منهم وبيقول لهم إنه كان خد شوية من دم الضحية اللي فاتت عشان يكتب بيه الجواب، لكن الدم اتجلط منه وبقى غير صالح للاستخدام، فكتب الجواب بالحبر الأحمر. وبيطلب السفاح منهم عدم نشر الجواب إلا بعد ما يخلص على ضحية كمان. وفي النهاية بيمضي تحياتي جاك السفاح، ودي كانت أول مرة يبقى فيه اسم مبدئي للقاتل. لكن في ناس كتير وقتها كانت بتشكك في صحة الجواب ده أصلا، وإنه اتبعت من أحد الصحفيين. ومش بيمر غير 3 أيام بس عشان في يوم 30 سبتمبر الساعة 1 صباحا تقريبا كان في سواق كاريتا بحصان، وفجأة وهو ماشي بيلمح جسم غريب، ولما بيقرب منه بيلاقيها جثة، وبتبقى جثة واحدة ست اسمها إليزابيث ستيرايد، وبرضه كانت شغالة في الدعارة زي باقي الضحايا. لكن الضحية دي كانت مختلفة شوية، لأن جسمها كان لسه دافي ولسه بتنزف من رقبتها، وبطنها مش مفتوحة. ومن الواضح إن جاك كان مستعجل، أو ممكن مثلا لما سمع صوت الكاريتا جاي عليه هرب، الله أعلم. لكن من الواضح إن الجريمة دي ما كانتش وحشية كفاية عشان ترضي غرور السفاح، لأن بعد ساعة إلا ربع تقريبا وعلى بعد مسافة قليلة جدا تم إيجاد جثة تانية لست اسمها كاثرين إيدوس. وكانت كاثرين برضو مذبوحة، والمرة دي كانت زي باقي الضحايا، بطنها مفتوحة فتحة كبيرة، والرحم تم إزالته هو والكلية الشمال بتاعتها. وبعد التحقيق مع بعض الناس اللي كانوا في مسرح الجريمة وقتها، قالوا إنهم شافوا كاثرين مع راجل شعره أسود ولبسه كويس قبل الحادثة بشوية. والغريب إن المواصفات دي اتقالت برضو من بعض الشهود في حادثة قتل آني وإليزابيث، وكانت الناس بتبقى فاكرة إنه مجرد زبون ليهم مثلا، فمحدش كان بيشك في حاجة. المهم بقى إن في نفس وقت موت كاثرين لقوا في شارع قريب اسمه شارع جولستون مريالة كاثرين، وكانت مليانة دم، ومكتوب على الحيطة فوقها بالطباشير إن اليهود محدش بيلومهم على أي حاجة. وده زود الشك إن اللي عمل جريمة القتل دي يهودي. وساعتها مأمور الشرطة تشارلز وارن خاف يحصل فتنة وشغب، فقرر يمسح الكلام المكتوب ده قبل ما الفجر يطلع. وبعد كده اتبعت للشرطة جواب تاني يوم 1 من شهر أكتوبر، وكان مكتوب بنفس خط الإيد من شخص برضه بيقول إنه جاك، وبيقول شكرا إنكم ما نشرتوش الجواب غير لما رجعت أشتغل زي ما طلبت منكم. وبيقول كمان أنا كان نفسي أخد ودن الست لكنها صرخت فمعرفتش أخلص شغلي، تحياتي جاك السفاح. بعدها الشرطة فتشت كل البيوت اللي في المنطقة لكنهم ما وصلوش لأي حاجة. وفي يوم 16 من نفس الشهر اتبعت لواحد اسمه جورج لاسك، وده يبقى رئيس لجنة وايت شابل للمراقبة، كرتونة فيها نص كلية ومعاها جواب، والجواب مكتوب فيه طرد مبعوث من الجحيم. دي نص كلية بشرية أخدتها من آخر ضحية قلت أبعتها لك، النص التاني أنا طبخته وكلته وكان طعمه حلو قوي، ولو استنيت شوية هبعتلك السكينة اللي قتلتها بيها كمان، توقيع امسك بيا لو تقدر. وساعتها الطب الشرعي قال إن فعلا الكلية دي شبه اللي اتاخدت من جسم الضحية، لكن مفيش دليل قاطع يثبت ده، لأن ما كانش لسه فيه DNA في الوقت ده. وفي ناس بتقول إن ده ممكن يكون رسالة من واحد من طلاب الطب حب إنه يزيد في الزيطة مع الأحداث اللي بتحصل دي ويعمل مقلب في الشرطة، لكن كل دي كانت مجرد تكهنات ومفيش أي إثبات على أي حاجة. بعد كده بنشوف آخر عملية قتل معروفة لجاك، واللي كانت لواحدة اسمها ماري جين كيلي في يوم 9 نوفمبر سنة 1888، والضحية المرة دي سنها صغير لأن عندها 25 سنة بخلاف باقي الضحايا اللي سنهم فوق 40 سنة. لكن العملية دي كانت مختلفة شوية عن الباقي، وكانت أكتر عملية وحشية فيهم. أولا لأنها حصلت جوه شقة ماري مش في الشارع زي كل الضحايا اللي قبلها، وده خلى القاتل يكون براحته لأن محدش ممكن يشوفه. كانت برضو ماري مذبوحة، لكن هنا جاك شق جسم ماري من أول رقبتها لحد آخر العمود الفقري وأخد كل الأعضاء اللي جوه بما فيهم القلب. وجثة ماري تم اكتشافها بالصدفة من صاحب العمارة اللي هي ساكنة فيها لما بعت المساعد بتاعه ليها عشان ياخد الإيجار، واللي لما شاف المنظر وابتدى يقول أقواله للشرطة قال أنا اللي شفته ده استحالة يكون بشر اللي عمله، ده أكيد الشيطان. وده لأن رقبتها كانت مقطوعة لحد الفقرات، ووشها متشوه لدرجة إن محدش يقدر يتعرف عليها، وبطنها مفتوحة وكل أعضائها الداخلية خارجة ما عدا القلب اللي ما كانش موجود في مكان الجريمة. ودي كانت العملية الخامسة والأخيرة لجاك، وكل الافتراضات بتقول إن بعدها الجرائم انتهت، لأن السفاح يا إما مات أو هاجر برا لندن أو اتحبس لأي سبب أو اتجنن. وفي بعض المحققين بيقولوا إن في عمليات تانية حصلت بعدها بفترة واللي عددهم 5 على الأقل، لكن ال5 دول كلهم على نفس النمط واللي بيلقبوا بال5 الأساسيين، وهي إن جاك بيبحث عن سيدات بتشتغل في الدعارة وبيقتلهم عن طريق إنه يذبحهم وبعد كده بيفتح بطنهم وياخد جزء من أعضائهم الداخلية، وكان دايما كل ما الوقت يمر كل ما الجرائم كانت بتبقى أشد بشاعة. وبعد آخر جريمة التحقيق فضل شغال لفترة طويلة لكن من غير ما يوصلوا لأي حاجة.
وقتها الشرطة شكت إن سبب كل الجرائم دي ممكن تكون عصابة ليها علاقة بشغل الدعارة، لأن بشكل ما ممكن الضحايا ما كانوش بيسمعوا كلامهم فكانوا بيخلصوا عليهم، وده لأن حصل جريمة مشابهة لجرائم جاك السفاح تحديدا في شهر أبريل من نفس السنة، يعني قبل كام شهر من ظهور جاك. كان في واحدة اسمها إيما سميث وكانت برضو بتشتغل في الدعارة، وفي يوم هجم عليها واحد وضربها في وشها وقطع حتة من ودنها، لكن إيما نجت من الحادثة دي، وفي التحقيق معاها قالت إن اللي هجم عليها كان أكتر من راجل مش واحد بس، وبالتالي وقتها الشرطة بعدت عن فكرة إنها تكون عصابة. لكن بعد شوية تحقيقات الشرطة ابتدت توصل لبعض المشتبه فيهم اللي ممكن يكونوا هم السفاح، وتحديدا سنة 1903. بس حتى الناس العادية بينهم وبين بعض كانوا معتقدين إن جاك ده ممكن يبقى موظف، بسبب إن كل الجرائم كانت بتحصل آخر الأسبوع أو في يوم أجازة بشكل عام، أو إن جاك ممكن يكون يهودي بسبب الكلام اللي كان مكتوب على الحيطة فوق مريالة كاثرين، أو إنه ممكن يبقى من الطبقة الغنية، لأن كل الشهود اللي شافوا الضحايا مع حد قبل الجريمة أجمعوا إنهم كانوا بيبقوا مع شخص لبسه شيك ونظيف وباين إنه غني شوية. وفي ناس كمان كانت معتقدة إن جاك ممكن يكون طبيب متخفي بيعالج الناس الصبح وبيقتلهم بالليل، ولأن الاعتقاد ده كان سائد في البلد، وخصوصا بسبب مهارة جاك في إنه يخرج أحشاء الجثة أو ياخد منها أعضاء، فالناس ابتدت تخاف من الدكاترة أصلا لدرجة إن محدش كان بيروح لهم. لكن طبعا الشرطة لما كملت تحقيق لقت أكتر من شخص ممكن يكون مشتبه فيهم، منهم واحد اسمه جورج تشابمان، وده كان جراح بولندي وهاجر للندن قبل بداية الجرائم بفترة بسيطة، والشرطة شكت فيه، ولما حققوا مع مراته كانت بتقول إنه بيفضل سهران بره لساعات طويلة قوي، لكنهم معرفوش يمسكوا عليه حاجة رغم إنهم كانوا شاكين فيه جدا. بس المضحك في موضوع جورج ده بالذات إنه في الآخر اتحكم عليه بالإعدام، لأنه في الآخر قتل 3 ستات كان متجوزهم بالسم. بس برضو المحققين كانوا بيستبعدوا إنه ممكن يكون جاك السفاح بسبب اختلاف طرق القتل بينهم، واحد بيشرح الجثة والتاني بيديها سم، فيعني فرق السما والأرض. وبرضو كان في واحد تاني من المشتبه فيهم مثير جدا للاهتمام، واسمه فرانسيس تامبلتي. وفرانسيس كان شغال دكتور وبيستخدم الأعشاب في علاج الناس، وفي مرة قتل ست بالغلط بسبب الأعشاب دي، بس ما تمش محاكمته، وكان واصل المدينة في وقت قريب من بداية الجرائم، وكانت الشرطة بتشك فيه بشدة لأنه كان مشهور إنه بيكره الستات بشكل عام، وخصوصا اللي شغالين في الدعارة، وكان بيعمل حفلات للرجالة بس. والعبثي أكتر من كده إنه كان بيعرض في الحفلات دي أعضاء تناسلية للسيدات عشان الناس تقتنيها وتحتفظ بيها، حاجة في منتهى العبث. وفي الآخر الشخص ده كان هيتقبض عليه بتهمة الشذوذ اللي كانت وقتها جريمة بيتم المعاقبة عليها في بريطانيا، بس وقتها فرانسيس هرب على أمريكا ومعرفوش يقبضوا عليه، ومن ساعتها في نظريات كتير بتشك فيه، ووقتها أمريكا ما سلمتوش لبريطانيا. وواحد كمان من المشتبه فيهم واللي يعتبر أقرب واحد ممكن يكون هو القاتل الحقيقي فعلا، وهو جوزيف بارنت. جوزيف ده كان شخص قريب جدا من آخر ضحية لجاك اللي هي ماري جين كيلي، وكان عايش معاها كمان في نفس الشقة وكان بيحبها. وما كانش جوزيف عايز ماري تشتغل في الدعارة، وهو كان بيشتغل وبيصرف على نفسه وعليها، لكن هي برضو كانت مكملة وبتشتغل في الدعارة. فبيقال بقى إنه ابتدى يقتل في الستات اللي في المجال ده عشان يخوفها، وهي فعلا خافت وقتها بعد أول جريمة وبطلت تشتغل. لكن بعد فترة جوزيف ساب شغله ومبقاش معاهم فلوس، فرجعت تشتغل تاني في الدعارة. وبعد فترة حصلت خناقة كبيرة قوي بينهم لدرجة انهم كسروا شباك الشقة، ووقتها مشي جوزيف من الشقة، وبعدها ب10 أيام تقريبا ماري اتقتلت. واللي مخلي فيه ناس كتير معتقدة ان جوزيف هو اللي قتلها ان شقتها ما كانش فيها اي اثار اقتحام او مقاومة، فبيقولوا انه ممكن مثلا يكون راح لها عادي عشان يعتذر لها ولا حاجة وبعدها عمل عملته. وبرضه في ناس معتقدة ان هو لان بعد موت ماري مفيش اي جرائم تانية حصلت، لانه هيقتل ليه او ايه الدافع انه يقتل اذا كان الدافع بتاعه انه كان يخوف ماري، وماري نفسها هو قتلها خلاص بايده، وبالتالي بطل قتل. وفضل جاك ذا ريبر لغز حير بريطانيا والعالم كله أكتر من 120 سنة، لحد ما جه رجل أعمال بريطاني اسمه راسل إدواردز سنة 2014، واللي كان مصر على فك اللغز والوصول لهوية جاك السفاح. وبعد رحلة طويلة استعان فيها بخبراء الطب الجنائي من فنلندا لتحليل الحمض النووي للقاتل وواحدة من ضحاياه من خلال شال لقاه ضابط في مكان جريمة من جرائم السفاح للضحية كاثرين إيدوز، وفضل الشال ده عند الضابط وأحفاده توارثوه لحد ما وصل لإدواردز واشتراه في مزاد علني، والشال ده كان عليه الحمض النووي الخاص بالضحية والسفاح. والتطابق في الحمض النووي الدي ان ايه وصلنا للقاتل اللي اتضح انه بريطاني من اصل بولندي واسمه آرون كوسمانسكي. وآرون كان بيشتغل حلاق في وايت شابل، ولكن بسبب اضطراباته العقلية عيلته ودته مستشفى للامراض العقلية والنفسية، وده كان بعد اخر جريمة لجاك السفاح، لكنه هرب وتوفى سنة 1919، يعني من اكتر من قرن من دلوقتي. لكن بعد ما كانوا مفكرين انهم حلوا لغز السفاح، بيقال ان العالم المسؤول عن عمل تحليل الدي ان ايه
اعتمد على طفرة معينة اتضح إنها موجودة عند 99% من الجنس الأوروبي. يعني معنى كده إن تحليل الحمض النووي ده ممكن يكون بتاع أي حد. ولحد النهارده لغز جاك السفاح أو جاك ذا ريبر ما تمش حله. هل هو فعلا واحد من المشتبه فيهم ولا كان واحد بعيد عن الدايرة دي خالص؟ بس لحد ما نعرف إجابة السؤال ممكن تكتب لنا في الكومنتات إيه رأيكم ممكن يكون مين هو جاك السفاح. ولو حابين نتكلم عن قصة معينة اكتبوها لي في الكومنتات وإن شاء الله هعملها في الفيديوهات الجاية. ما تنسوش اللايك والسبسكرايب وشير الفيديو مع أصحابكم اللي ممكن يحبوا المحتوى ده، واستنوني الفيديو الجاي مع قصة جديدة. سلام.